السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معانا في فيديو النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة عصير المانجا زي اللي في المحلات بالظبط. حابة تشربيه عصير صافي تشربيه، حابة تشربيه بكوكتيل زي ما احنا عملنا كده. معاكي الطريقتين زي ما هتشوفي معايا واعمليه. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. زي ما انت شايفة كده انا عملت معاكم عصير المانجا بالطريقة الجديدة ديت، بس الطريقة دي انا جبتها من المحلات، دي طريقة المحلات. يعني انت هتعملي العصير في البيت بطريقة المحلات. وحطيت هنا زي ما انتوا شايفين كده بعض من قطع الاناناس، وحطينا مع بعض حبة من العنب. عندك فاكهة تاني تفاح حطي، عندك كمثرى حطي، اي فاكهة عندك حابة تضيفيها زي الكوكتيل حطيها. احنا بنشرب في المحلات الكوكتيل بيبقى موجود فيه جميع انواع الفاكهة، زي ما تحبي حطي. وهنبدأ مع بعض كده زي ما هتشوفي معايا. هي بمنجاية واحدة بس، منجاية عملت لنا رتل حلو. جبنا مع بعض منجاية ونص شمامة كده زي ما انتوا شايفينه. قولوا لي عندكم بتسموا دوت شمام ولا اناناس ولا كنتالوب؟ قولوا لي عندكم بتسموه ايه، واكتبوا لي في التعليقات في الكومنتات بتسموا الشمام دوت عندكم ايه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده هنقشره وهنقطعه مكعبات. وهن وهنظبطه خالص علشان خاطر نضيفه. ونضيف عليه سكر بحسب الرغبة برضو، يعني السكر بتاعك هتضيفي سكرك حسب الرغبة اللي انت عايزاه، زي بكمية السكر اللي هتحبيها ضيفيها. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنقطع الشمامة بتاعتنا لمكعبات. وهنقطع برضو المنجاية بتاعتنا، هي منجاية واحدة بس، حابة كتري كتري براحتك. انا كانت عندي منجاية واحدة بس، فعشان كده حبيت ايه اضاعف الكمية. ولقيت عندي الشمامة دي مش مسكرة خالص، فقلت بدل ما اضيف ليها سكر انا هعملها وتبقى طريقة جديدة معاكم زي ما جبناها من المحلات بالظبط. وحابة في طريقة كمان قال لي عليها بتاع المحلات ان هم بيجيبوا قرع العسل وبيعملوه بيها. انا برضو شفتها برضو على الطريقة ديت، برضو معمولة برضو على صفحة في النت، ان هم برضو كانوا عاملينه بقرع العسل زي ما قال لي في المحلات بالظبط. هو قال لي احنا بنعملها يا بالشمام يا بقرع العسل عشان يضاعفوا الكمية والكمية معاهم تبقى كويسة. طبعا هيكسبوا ازاي؟ يعني هما مش هيكسبوا، ما لو ادوهالك مانجا صافي مش هيكسبوا خالص. حابة تعمليها في الكب اعمليها، حابة تعمليها في الخلاط اعمليها. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتهم قدامكم كده في الكب عشان انا كنت عايزة السمك بتاعه زي العصارة كده، يبقى السمك بتاعه ايه، تقيل شوية. اهو زي ما انتوا شايفين كده هنضيف كله. قطعت المنجاية وقطعت معاكم الاناناس، وبرده المانجايه نضفتها خالص، كانت هي منجايه مستويه عندي، وقلت ايه اعملها ايه واعمل كميه كبيره نشرب كلنا احنا والاولاد مع بعض. عندك مانجا اكتر من كده حطي، بس انا هي دي كانت هي المانجايه اللي فاضله عندي وكانت مستويه محدش عايز ياكلها، فقلت ايه اعملها ايه عصير زي ما سألت كده في المحلات وقالوا لي بنعملها يا بالشمام يا بقرع العسل زي ما تحبي. لو موجود عندك قرع عسل هي منجاية وحطي قرع عسل وزودي الكمية وضعفيها، مش هيطلع معاكي الطعم مش هيبان معاكي خالص، طعم المانجا بيغطي. وطبعا كيس فروتي مانجا حطيه، او كيس اي كيس عصير مانجا عندك من اللي هو البودر دوت بتحطيه معاهم وما شاء الله هتلاقي الكمية ومش هيختلف معاكي طعم المانجا فيه خالص، هيبقى هو طعم المانجا طبيعي. احنا يعني بنقول للناس اللي مثلا ظروفها مثلا على قدها وعندها كمية من المانجا قليلة ومتوفر عندها الشمام ولا حاجة، فبيتضاعف الكمية كده وبيبقى زيه زي المحلات بالظبط، يعني مش هيفرق حاجة عن المحلات. هما بيعملوهولك كده وبيقدموهولك كده، يعني هما مش بيدوكي مانجا صافي خالص. لو الا طبعا مش هيكسبوا، لو هيدوهولك مانجا صافي مش هيكسبوا، يبقى هما هيقفلوا افضل. فزي ما انت شايفة كده بنجيب المانجا كده مع الشمام او مع قرع العسل زي ما تحبي. معاكي الخطوتين تقدري تعملي متواجد عندك. طبعا انا كانت عندي بالصدفة نص الشمامة دي كان ماسخ،
والمانجايه دي كانت فاضله، فقلت ايه اعمل فيديو معاكم واعرفكم الطريقه اللي انا سألت عليها في المحلات وقالوا لي بيعملوه بالطريقه دي. وزي ما انتوا شايفين وطلع احلى عصير بجد، اللهم بارك. يعني العصير كان طعمه جميل جدا ولذيذ وما شاء الله كان حلو، والكمية كانت كبيرة زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو. يعني هم ما شاء الله عمل رتل من العصير. وانا ضفت هنا قطعة من الاناناس كنت سايباها عشان كنت حابة اكله زي الكوكتيل كده، وحطيت معاكم العنب زي ما بنشتريه بالظبط. يعني حبيت احط عنب، كان عندي حبة عنب كده متبقيين برضو. حابين تحطوا اي نوع من الفاكهة تاني تقدروا تحطيه عادي، مفيش مشكلة. اللي انت تحبيه بتعمليه في العصير بتاعك. وبالنسبة للشمام دوت، لو حابة تسلقيه مع كيس الفروتي او كيس العصير المانجا، بتحطيه وتسلقيه معاه، وبعد كده تضربيه في الخلاط مع المانجاية اللي انت هتعمليها، عشان لو حابة القوام بتاعه يبقى انعم من كده. هو بيبقى ناعم شوية لما بيتسلق، هو او قرع العسل مفيش مشكلة، والسكر تقدري تضيفيه وهو بيتسلق. وانتظروني في فيديو جديد.